هذا هو شعارنا، من الناس وعن الناس، أي منكم وإليكم. هذا هو هدف برنامجكم أخبار الناس. وفي حلقة هذا الأسبوع، جمعية تهتم بالتسويق، نقابة الأشراف في مصر. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم. التسويق من أهم عناصر نجاح أي منتج وأي مشروع، ومن أجل التعريف بالمنتج لابد من عوامل كثيرة. لن أدخل في تفاصيل معقدة، إلا أن التقرير التالي لزميل أشرف عبد الحليم عن جمعية أنشئت حديثا تهدف إلى الاهتمام بعنصر التسويق. التفاصيل في التقرير التالي. في ظل الاتجاه العالمي نحو تحرير التجارة والعولمة والمنافسة الاقتصادية بين الدول بل داخل الدولة الواحدة، يتنامى التفكير في مجال التسويق لما له من ضرورة يجب أن تتوازى مع هذه الطفرة الاقتصادية والفكرية. وأعرض اليوم لفكر جمعية جديدة هدفها تنمية الوعي التسويقي لدى المواطن. الفكرة جت نتيجة متابعة التطورات اللي بتحصل في العالم والمصطلحات العولمة، الجات، الانفتاح، شيل الحدود. فاكتشفنا المعيار الجديد مش مجرد مقومات طبيعية على قد ما هي مقومات فكرية. البلد اللي هتقدر تستطيع تحتوي وتخطر من القاعدة الفكرية عندها هي الدولة اللي هتستطيع السباق في القمة ومحاولة تثبيت مكانتها. على سبيل المثال لما نيجي نقول فرنسا بتقول انا ما عنديش موارد طبيعية على قد ما عندي مفكرين. فكانت الجمعية عبارة عن جهد بسيط يحاول اللي هو يحتوي الناس المفكرين، وخاصة في المجال التسويقي. احنا مشكلتنا في البلد وفي ناس كتير بتعاني منها، فاكرين التسويق هو المرحلة الأخيرة في أي شيء، هي المرحلة الأخيرة في نهاية مشروع وبيبدأ يصور للمنتج بتاعه. التسويق هي المرحلة الأولى الأعمق، المرحلة التحليلية والأشمل اللي هي تسبق أي شيء واعتبر هي أول مرحلة. فبالتالي لابد يقوم عليها أشخاص مفكرة عندها نظرة شمولية. احنا مش عاوزين نوصل لنقطة معينة اما نيجي نحدد مشروع اقتصادي بنبص له من الناحية الاقتصادية البحتة، لابد نبص له من عوامل مختلفة، سواء مع عوامل سياسية، عوامل اجتماعية، التراث المختلف للمستهلك في المنطقة. فبالتالي مين اللي هيقدر يقوم دي ومين العوامل ديت؟ فلابد اللي يتضافر فيها الجهود. واحنا زي ما بقول لحضرتك الجمعيه مجرد محاوله بسيطه بتحاول تستفيد من الجامعات اللي في مصر، وفي نفس الوقت الشخص اللي يتم اختياره وعنده كفاءات بنحاول نوظفه في الاماكن الكتيره في البلد محتاجاه، سواء اماكن اقتصاديه وشركات، سواء جهات مراكز حكوميه. تعرف الخطوات الفعليه اللي انتوا قمتوا بيها، وهل في جهات مموله معينه او مساعدات حكوميه؟ والله احنا ما زلنا زي ما قلت لحضرتك في مرحله البدايه، مرحله تكوين النواه اللي هتعتمد على الناس اللي بتصفوا بمواصفات معينه اللي هم هيقوموا بدور اكتشاف واعداد وتهيئه المناخ للناس المفكرين. ضمنتوا ناس بالفعل؟ والله احنا زي ما بقول لحضرتك احنا المرحله احنا لسه في اول مرحله، بنحاول نطرح الفكر وبنسوق فكرنا، لان مش شرط طالما هو فكر جديد مش كله هيتفاعل معانا مباشره. على قد ما احنا بنطرح الفكر، وكان عن طريق البرنامج بتاعكم بنحاول نطرح دعوه لكل شاب مفكر في مجال التسويق بشكل عام والشمولي. انا بتك على جزء الشمولي ومبدع. انا مش عاوز شخص نمطي، عاوز شخص يديني يبقى خلاق، شخص من خلال معطيات السوق ومعطيات العوامل المساعده كلها في البلد يقدر يديني شيء مناسب للمقومات المتاحه لنا. الفكر التسويقي بالمنظور اللي احنا سمعناه اعتقد ده شيء لابد انه يغلب عليه الطابع الشمولي فعلا زي ما الاخ قال. ويمكن في المرحله الحاليه الاتجاهات والعولمه لابد فعلا من وجود خبرات وكفاءات عاليه جدا، ان هي تبقى عندها القدره ان تستطيع ان تستوعب احتياجات السوق اولا، ثم تضع الحلول والتطبيقات اللازمه لتنفيذ وحل هذه المشاكل. اعتقد الجمعيه في حد ذاتها طبعا كفكره زي ما قلت قبل كده هي فكره مشجعه. يمكن في المرحله القادمه هتبقى عايزه نوع من انواع التطوير لاليات التنفيذ نفسها. الافكار والخبراء التسويقيين في مصر موجودين. يمكن الفكره الجديده بالنسبه للجمعيه هي كيفيه يتم استقطاب هؤلاء الخبراء، ثم البحث عن الكفاءات اللي ما خدتش الفرصه انها تبان في المجال التسويقي، مما لا شك فيه طبعا. زي ما الاخ قال اعتقد ان هي فكره تستحق التقدير والمتابعه. دكتور خالد، هل تعتقد ان هذه الفكره تحتاج الى دعم حكومي مالي
طبعا إذا نظرنا في الدول المتقدمة بنلاقي فعلا الحكومة يجب أن تشجع هذه الجمعيات وتراقب أيضا أدائها، سواء بالخبرات الفنية أو بالدعم المادي. وبالتأكيد طبعا لازم يبقى في علاقة ما بين هذه الجمعيات وما بين الجهات الأخرى، سواء جمعيات رجال الأعمال أو المنظمات الصناعية والتجارية والغرف التجارية في البلد. فأعتقد يجب في المرحلة، وإحنا النهاردة بنتكلم على فكر جديد، فعلا لازم يبقى في نوع من الترابط ما بين الحكومة وما بين الأفكار الجديدة بالنسبة للجمعية. ايه اللي ممكن يرغب الشباب او الخبراء للانضمام للجمعية؟ سؤال جيد جدا. أعتقد الترغيب هنا هيبقى في فتح مجالات العمل. احنا بنقول النهاردة في جمعية جديدة بتحاول توجد مجال للعمل لأفراد يمكن ما عندهمش الإمكانية أو الفرصة، ولكن في نفس الوقت الجمعية يعني اللي أنا فهمته من الكلام إن هي بتحتضن هذه الأفكار وتنميها وتدربها. فبالتأكيد طبعا دي هتبقى جزء مهم جدا إن هو يبقى فيه بقى التسويق للجمعية نفسها. مثل هذه الأفكار تحتاج إلى تهيئة مناخ يساعد على الإبداع والتفكير بشكل علمي وعملي متطور، ويعود بالنفع على المجتمع في حماية المستهلكين والتنمية الاقتصادية للأسرة وتنمية الدخل من محاولة ربط المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة بموضوعية تامة. كان معكم أشرف عبد الحليم لأخبار الناس. عنوان البرنامج: ماسبيرو، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون. البريد الإلكتروني أخبار الناس @arabia.com. حتى نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم تمنياتي بكل الخير.